السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. حاكم إقليم عنسبة يدعو إلى تكثيف الحملات لزيادة الدخل الزراعي. زيادة المعدات الحديثة والقدرات المهنية تؤدي إلى تحسن الخدمات الطبية في الكاشبركة. إجراء عمليات جراحية ناجحة. كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا للتحكم بقاذفات الصواريخ. الأمم المتحدة تحذر من أن أنواع المهاجرة في العالم معرضة لخطر الانقراض. مياه الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دبي في الإمارات. من العناوين إلى التفاصيل. دعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى المواطنين إلى مواصلة حملاتهم لزيادة الدخل الزراعي من خلال الحفاظ على المياه والتربة. ووجه السفير عبد الله هذا النداء خلال لقاء مع خبراء الزراعيين والمزارعين وكذلك سكان مدينة حقات بعد تفقد أنشطة التطوير في إدارة ضاحية قلاس وبلة حقات. وأوضح أهمية ضمان الأمن الغذائي للإنسان والماشية وضمان توفير مياه الشرب النظيفة، مناشدا المزارعين تمهيد أراضيهم جيدا لمزيد من الإنتاج الوفير. وفي الختام قدم السفير عبد الله توضيحا مفصلا عن الخطط لعام 2024 وما بعده. وحث الرئيس إدارة الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة السيد قبر مثقل تولي المزارعين على زراعة المحاصيل الجانبية من الخضروات والحبوب والبطاطا الحلوة لضمان توفير الأغذية المغذية للأسر. وقال السكان في الآراء التي أدلوا بها بأن صيانة الطريق الترابي من حقات إلى إدارة أشرة وعداري والشباق وعدعمر يتطلب توفير تخصيص حافلة حارات بهذا المسار. واقترحوا إعادة النظر في ضريبة الأراضي وإصلاح مشروع مياه شتل وإيجاد حل لأشجار المسكيت داخل حقات. أدت زيادة المعدات الحديثة والقدرات المهنية في المرافق الصحية في الكاشبركة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية حسب ما جاء في التقييم السنوي للقطاع الصحي الذي عقد في 11 و12 من فبراير. الدكتور هيلي كيداني رئيس الفرع في الإقليم أوضح بأن تقديم وزارة الصحة لمعدات سلامة الأطفال والرضاع والآليات التخدير الكبيرة وسيارات الإسعاف ومحطات لمعالجة المياه ومرافق جميع النفايات بحلول العام 2020 وتأهيل 13 كادرا صحيا ريفيا وبدأوا العمل. وقال أنه نتيجة لزيادة في المعدات وعدد الكادر المهني ارتفعت نسبة الولادة من 54% إلى 62%، والرعاية قبل الولادة من 86% إلى 96%، مضيفا أن معدل وفيات الأمهات انخفض بنسبة 40%، داعيا إلى زيادة الجهود من جانب الجهات الشريكة وتعزيز جهود المهنيين الصحيين والشركاء لخفض نسبة الإصابة بالملاريا. وذكر التقييم بأن عدد المهنيين وصل إلى 955 على المستوى الإقليمي، وارتفع معدل الاستفادة من المرافق الصحية إلى 81%، وتم إجراء حوالي 287 ألف تشخيص وتلبية 81% من الطلب على الأدوية الأساسية، وانخفض عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية. وفي كلمته الختامية قال حاكم الإقليم السفير محمود علي حوري أن الاستثمار في المهنيين الصحيين والأدوية والمعدات الطبية يساهم بشكل كبير في تحسين جودة وتغطية الخدمات المقدمة، وحث على بذل جهود جادة للحد من الملاريا وتسريع بناء غرف انتظار الحوامل وتحقيق تنفيذ برامج النظافة البيئية الأهلية. وبهذه المناسبة تم تكريم 6 مراكز صحية لتميزها في تقديم الخدمات. قال الدكتور يوسف يوهانس رئيس قسم الجراحة بمستشفى حليبة الوطنية المرجعية أن الوصول المبكر إلى المنشآت الصحية في حالة الشعور بالأعراض الداخلية والخارجية والتي تتطلب إجراء عمليات جراحية يساهم بشكل كبير في نسبة الشفاء. وقال الدكتور يوسف في حوار مع إيرنا أنه في العام 2023 تم إجراء 1400 عملية جراحية كبرى و700 عملية جراحية صغرى خلال 200 يوم،
60% منها من الأمراض المرارة وإشكالية التبول والكلى والمثانة. وقال إن عدد المتلقين للعلاج في العام 2023 زاد بنسبة 25% من العام 2022 مع المعدات الحديثة والكادر الصحي الكفؤ. وأشار رئيس التمريض أفورق ولد سلاسي إلى أن القسم يضم حاليا 60 متخصصا. وذكر جراح الأمراض الدكتور سليمان قبرز قابير أن مستشفى حليبة أصبح مركزا للتوريث الطبي والمهنيين إلى جانب الخدمات الطبية التي ظل يقدمها. وقال أن الدور الذي يلعبه هذا المستشفى في فعالية عملهم لا يمكن الاستهانة به. ومن جانبه أعرب المستفيدين من خدمات المستشفى عن تحسن في صحتهم بفضل الرعاية والكفاءة التي يتحلى بها الأطباء والكوادر الصحية. وأفادت وثائق القسم بأن الخدمات التي يقدمها تشتمل على جراحة البواسير والناسور والفتق والكلية والمثانة والبتور الناجمة عن مرض السكري. أعلن فرع الصحة في إقليم عنسبة في التقييم السنوي الذي عقد في 8 و9 من فبراير بأن الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة الصحة في المرافق الصحية ظل يحقق نتائج جيدة في فعالية الخدمات الصحية. وقال رئيس الفرع الدكتور هينوك صهيي في التقرير الذي قدمه أن برامج التوعية المجتمعية الذي بدأ في العام 2023 بالإضافة إلى الحملات واللقاءات التي قامت بها وزارة الصحة قد ساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي العام والوقاية من الأمراض المعدية. وقال التقرير أن نسبة حالات الإصابة بالملاريا على المستوى الإقليمي أظهرت زيادة بنسبة 5%، وأن هذه الظاهرة تتطلب تدابير السيطرة القوية وحملات النظافة البيئية واسعة النطاق. وأن 251 من أصل 3619 مواطنا تم اختبارهم للكشف عن مرض الملاريا قد أصيبوا بالعدوى، وأصبح من الواضح أنه يجب إلى الاهتمام. وقالت وزيرة الصحة أمنة نور حسين في الكلمة التي ألقتها أن المشاركة المجتمعية وتكامل الجهات المعنية يجب أن يستمر في لعب دور مفيد، وينبغي تكثيف الحملات للحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية، ويجب تعزيز أنشطة النظافة البيئية ودفن البرك وأماكن توالد البعوض للسيطرة على مرض الملاريا والأمراض المعدية الأخرى. وحث حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى على تعزيز دور جميع الشركاء وعلى المواطنين والإدارات القيام بالعمل المنسق مع المؤسسات الصحية. واقترح المشاركون أنه ينبغي الاهتمام بتقديم المرافق الصحية، ويجب إحياء بناء مستشفى حليب مستشفى قلب العمومي، بالإضافة إلى نشاطات التحقيق في أسباب مرض الملاريا. وينبغي إلى اهتمام جدي للوقاية من الأمراض التي تنتقل بسبب نقص النظافة البيئية، وكذلك إلى اهتمام كبير لقدام التسهيلات والمقدمة والمعدات الصحية. واختتم المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم العقيد فاسين قرماي مذكرا بأن الإجراءات التي يتخذها المهنيون وتعاون الشركاء تلعب دورا هاما في فعالية الخدمات المقدمة، حسن العمل بجدية للتخلص من عملية الولادة في المنازل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت كوريا الشمالية أنها طورت نظاما جديدا لقاذفات صواريخ متعددة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير نوعي في إمكانياتها الدفاعية. وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية أن أكاديمية بيونغ يانغ لعلوم الدفاع نفذت اختبار تحكم بإطلاق صواريخ بلاستية راجمة الصواريخ بقذائف من عيار 240 ملم من أجل تطوير نظام صواريخ بلاستية وقذائف يمكن التحكم به. وأعلنت كوريا الشمالية هذا العام أن جارتها الجنوبية هي عدوها الأول، فأغلقت وكالات مكرسة لإعادة توحيد البلدين، وهددت بإعلان حرب إذا تعدت كوريا الجنوبية الحدود إلى أراضيها. وكرر الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أن بيونغ يانغ لن تتردد في وضع حد لكوريا الجنوبية إذا تعرضت لهجوم، واصفا سيول بأنها الدولة المعادية الأولى والأكثر خطورة لكوريا الشمالية.
يتعرض أكثر من 5 الأنواع المهاجرة في العالم لخطر الانقراض نتيجة لتغيير المناخ والتعدد البشري وفقا لأول تقرير للأمم المتحدة عن الحيوانات المهاجرة. وقال تقرير أن مليارات الحيوانات تقوم برحلات عبر الصحاري والسهول والمحيطات كل عام للتكاثر والتغذية، والضغوط غير المستدامة المفروضة على الأنواع المهاجرة لا تؤدي إلى تضاؤل أعدادها فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى تعطيل الإمدادات الغذائية وتهديد سبل العيش. ويشكل البشر التهديد الأكبر حيث تؤثر الأنشطة بما في ذلك الصيد وصيد الأسماك وغيرها من أشكال الاستغلال المفرط على 70% من الأنواع المدرجة في قائمة الأمم المتحدة. وأضاف التقرير أنه من بين 1189 نوعا تغطيه اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الحيوانات المهاجرة لعام 1979 شهدت 44% انخفاضا في أعدادها، وقد يختفي ما يصل إلى 22% تماما. غمرت مياه الأمطار الغزيرة الشوارع في بعض المناطق من دبي في الإمارات العربية المتحدة وتسببت بإرباك حركة المرور. وحاصرت مياه الأمطار السيارات بينما عجزت أنظمة الصرف الصحي في استيعاب الكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي هطلت بغزارة. من جانبها استعملت شرطة دبي الهواتف المحمولة لإرسال إنذارات تتعلق بتوخي شروط السلامة، وحثت الأهالي على البقاء بعيدا عن الشواطئ والأودية والتزام الحذر عند قيادة السيارات. أما الحكومة الإماراتية فقد تتخذ إجراءات لأجل السلامة، ومن ذلك تشجيع المدارس والمؤسسات على الدراسة والعمل عن بعد. تدفق مئات الآلاف على شوارع سان باولو للمشاركة في أحد أقدم وأكبر الكرنفالات في البرازيل، وشهد مسيرات رقصية السامبا حيث تتنافس أفضل المدارس في تقديمها. وتقام العروض البازغة التي تشهد مرور مواكب استعراضية ضخمة تحت أنظار جماهير قفيرة تنتظر هذا الحدث بفارغ الصبر. ولا تمثل العروض مجرد فخر للسكان فحسب، بل أيضا فرصة عمل للكثيرين، لأن الاستعدادات تتطلب عددا لا يحصى من الخياطين ومصممي الأزياء والرقصات والديكور وغير ذلك، بالإضافة إلى شهور طويلة من التدريبات للراقصين وعازفي الطبول. تذكير بالعناوين مرة أخرى. حاكم إقليم عن سبايل إلى تكثيف الحملات لزيادة الدخل الزراعي. زيادة المعدات الحديثة والقدرات المهنية تؤدي إلى تحسين الخدمات الطبية. إجراء عمليات جراحية ناجحة. كوريا الشمالية تختبر نظاما جديدا للتحكم بقاذفات الصواريخ. الأمم المتحدة تحذر من أن الأنواع المهاجرة في العالم معرضة لخطر الانقراض. مياه الأمطار الغزيرة تغمر شوارع دبي في الإمارات العربية المتحدة. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.